السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. هعمل صينية فراخ بالخضار. جميلة كده، تنفع وجبة كويسة محترمة. انا كان عندي يا جماعة كوستين قشرتهم كده وغسلتهم وقطعتهم زي ما حضراتكم شايفين كده، وحبة بسلة، وجبت حبة فلفل الوان، يعني وحدتين فلفل كده، حطيت ملح وحطيت فلفل اسمر وحطيت كمون وحطيت حبة كزبرة ناشفة. وهقلب بقى كل الحاجات ديت مع بعضيها تقليبه حلوه كده، وبس في بصلايه كمان هحطها. دي توابل فراخ يا جماعه. يعني حطيت فلفل اسمر وملح وكمون وكزبره ناشفه وتوابل فراخ. التوابل دي موجوده عندنا في كل البيوت، يعني مش توابل يعني ممكن ما تلاقيهاش. حطيت بصله كويسه كده، متوسطه يعني. ودعكت كل الخضروات دي كلها مع بعضيها في التوابل. دعكة حلوة، بس ما تتكاش قوي على الخضار، يعني علشان ما بهدلهوش، لا. دعكة كويسة كده، بدون ان انا ابهدل الخضار، من غير ما بهدل الخضار. اهو بصوا يا جماعة كده. وبعدين هحط حبة زيت، حط عليهم معلقتين 3 زيت. انا هكتفي بالدهون اللي هتنزل من الفرخة. اهو يا جماعة كده، وهقلبها بردك تقليبة واحط الفراخ. انا الفراخ دي غسلاها يا جماعه بملح وطماطم. دعكتها كويس جدا بملح وطماطم، وبعدين زنجبيل وليمون وحبه ملح، وشطفتهم شطفه كويسه. وهم بقوا كده جميله، هي بسم الله ما شاء الله حلوه قوي. قطعتها صغيره كده يعني حلوه. هشيل الجناح دوت، يعني اللي انا هستخدمه نسيته وحطيته، هعمله في وصفه تانية. وهقلب بقى الخضار مع الفراخ تقليبه كويسه قوي كده، اخلي الفرخه تتشبع بطعم الخضار وطعم التوابل حلو يعني. هحط بردك بقيه الفرخه، وحطيت طماطم قطعتها طرنشات كده وحطيت حبه صلصه كمان يا جماعه. يبقى حطيت طماطمايه وحبه صلصه من اللي انا مفرزاها دي عليهم، عشان تدي طعم جميل كده للخضار. حبه صغيره معلقه كده يعني اهيت يا جماعه، جميله جدا. ورجعت منها حبة طماطم لقيتها كتيرة. سبتها شوية تتبل مع بعضيها كده، وهحطها في الفرن. وجبت اعمل حبة بتنجان كمان في فرن البوتاجاز بردك. حطيت دقة عندي موجودة، توم وفلفل احمر وفلفل اخضر، وحطيت عليها كمون وكزبرة بس. وحطيت عليها قرن مقطع كده، قرن فلفل مقطع كده شرايح صغيرة جدا. وهحشي البتنجان دوت واحطه في المقلاية، واحط عليها حبة زيت واحطه في الفرن. بس يبقى دي الدقة دي فيها توم وفلفل اخضر وفلفل احمر وحبة كمون وحبة كزبرة ناشفة، بس كده. ابص يا جماعة، حطيتهم اهوت وحطيت معاهم قرن الفلفل، وحطهم في فرن البوتاجاز. لو انت عايزه تزودي نقطه ميه، ممكن زودي نقطه ميه صغيره. انا حطيته اهوت مع الفراخ ومع الرز اهوت تحت، احطه على العرصه كده، عرصه الفرن. وهغطيه يا جماعه، اغطيه شويه اهو. بصوا يا جماعه، طلع اهوت بسم الله ما شاء الله جميل. هو يا جماعه ده مش حرق، ده هو التوم لازم يعمل كده، هو التوم والملح يعملوا كده اهوت. طلعتهم بقى. انا طبعا حشياه، هحط عليه ليمون واحط عليه خل كده. البتنجان خلص. طعمه في منتهى الجمال يا جماعه، والله طعمه روعه. حتى لو انت اخدتي واحده كده بلقمه طريه كده اول ما طلع، حاجه جميله جدا، طعمه في منتهى الجمال اهو. بصوا كده، حطيت عليه ليمون، حط عليه حبه خل، واشيل البذره اللي موجوده دي. وانا اللي بصور فمش شايفه فين البذره. اهي شلتها، واحط حبه خل بس كده. البتنجان ده والله يا جماعه في منتهى الجمال. تعمليه في الفرن كده كده، الفرن والع شغال يعني، فاحط معاه البتنجان. ابص بقى على الفراخ اهي دي. انا بقلبها يا جماعه، ما بسيبهاش تطيب على نفس الوش، علشان الفرخه تاخد من جميع الجهات كده، من فوق ومن تحت، بطعم التوابل وطعم الخضار. هقلبها، هي تقريبا يعني شبه مستويه 3/4 سوا كده. هقلبها وادخلها الفرن تاني، علشان تشرب من التتبيله من فوق ومن تحت،
مش هسيبها على ناحية واحدة، الناحية اللي فوق تبقى باسلة، لا، اقلبها كده واحطها تاني في الفرن. اهو دخلتها تاني الفرن ومش هتاخد وقت كده وخلاص. اهي يا جماعة بصوا الجمال، هدخلها شوية كمان عشان تحمر وتديني اللون ده. بصوا لونها يا جماعة جميلة جدا، وبصوا الخضار اللي فيها في منتهى اللذاذة والله، جميل جدا. بنصحكم تعملوه. وده كان الغدا بتاعنا، عملت معاه برام رز وطبق الملوخية ده، وادي الخضار موجود اهو، بسم الله ما شاء الله. فاضل العيش هنحطوه دلوقتي اهو، العيش هيجي يعني اهو، حطينا العيش البلدي بتاعنا جميل اهوت. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، واتمنى انكم تجربوها، ويا رب اسيبكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.